اجمل واسهل والذ طريقه للبسبوسه بالبندق والسمنه البلدي. طبعا جايبالك طريقه سهله جدا وبسيطه، ولا هنكرمل سكر ولا هنعمل كل الخطوات التعقيديه اللي دايما بنشوفها. خليكي معايا وتابعي الفيديو للنهايه وان شاء الله الوصفه تعجبك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنعملها علشان خاطر نختصر الوقت، هنعمل شربات البسبوسه. انا عامله صينيه مقاسها حوالي 25 سم ل 28 سم، يعني في الحدود دي بتاخد معايا نص كيلو من دقيق السميد. حطيت كوبايه ونص من السكر على حوالي كوبايتين الا ربع من الميه، باكت فانيليا، عصره ليمون، ومعلقه سمنه بلدي علشان تلمع لي وش البسبوسه. طبعا مجهزه هنا كل المكونات، تقدري تعمليها ساده، تقدري تعمليها باي نوع مكسرات تحبيها. معايا هنا في بوله نص كيلو من دقيق السميد الساده. كل اللي هضيفه عليه كوبايه ممسوحه من السكر، يعني حاولي تخليها كوبايه ممسوحه او كوبايه الا معلقه. طبعا حجم الكوبايه اللي بتستخدميها بيكون موحد في كل المكونات. ونزلت بواحد باكت من الفانيليا البودر، وطبعا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. نقلب كل المكونات الجافه مع بعض، وهنزل بحوالي 3/4 كوبايه من الحليب، نص كوبايه من السمنه البلدي او سمنه على زبده، مفيش اي مشاكل خالص، معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، وانا كنت مسيحاه في الميكرويف علشان بس يكون سهل في الاستعمال. طبعا كلنا عارفين انه بيكون تقيل جدا، فحاولت بس ان انا افككه شويه. اهم حاجه في البسبوسه اننا ما نعجنهاش علشان ما تطلعش معانا ناشفه ومش كويسه، يا دوب بس بتخلطي كده المكونات بالراحه خالص بالاسباتيولا زيي علشان تكون مرمله كده شبه رمل البحر بالظبط. مش عايزين عجن خالص، يا دوب خلطي المكونات. وانا هنا بوريكي انك لو عايزه تقلبيها من الصينيه تقدري انك تحطي في قاع الصينيه كيس حراري. لو هتقطعيها منها فيها زي هتدهني الصينيه دهنه سمنه كويسه جدا، وهننزل بخليط البسبوسه. معايا هنا بوله فيها ميه، بتبلي ايدك فيها وتبداي انك تفرديها. مهم جدا الخطوه دي علشان تنعمي الوش، تخليه مش مشقق ومتساوي. بلي ايدك ميه كده بالراحه وابداي انك تفرديها. طبعا المقدار كان كويس جدا ومناسب للصينيه. انا كان معايا هنا بندق، تقدري تعمليها ساده بفول سوداني او كريز من محل مستلزمات الحلويات، هيخلي برضو الشكل شيك قوي. قسمت البندقه لنصين وابتديت ان انا ارصها بالشكل ده. وعلى الرف اللي في النص في البوتاجاز درجه حراره 180 او 200 عادي خالص، انت بتتابعيها. بمجرد ما الجوانب بتاعتها بتحمر بتلاقيها كمان من فوق احمرت. لو الفرن بتاعك مفيهوش مروحه بتفتحي الشوايه على اهدى درجه. واهم حاجه تنزلي بالشربات سخنه على البسبوسه سخنه. المقدار ممتاز ما شاء الله. وتعرفي ازاي البسبوسه ناجحه ولا لا؟ لما تلاقيها اتشربت الشربات بتاعها كده في ثواني. طبعا معلقه السمنه اللي بنضيفها للشربات مهمه جدا، بتخلي لي وش البسبوسه بيلمع ومميز جدا. جميله جميله جدا، هتطلع معاكي كمان قطع متماسكه، ولكن يفضل انك ما تقطعهاش وهي سخنه. ولو عندك عزومه ممكن تعمليها من قبلها بيوم. لو حابه تهدي حبايبك وتقلبيها في صينيه او في طبق زي ما قلتلك، افرشي بس تحتها كيس حراري وهتطلع معاكي تحفه. ودي اجمل واسهل وابسط طريقه للبسبوسه. لو حابه تضاعفي الكميه طبعا هتضاعفي المكونات. عملتها لك النهارده بطريقه سهله وبسيطه بدون اي خطوات تعقيديه، وكمان طلعتها قدامك علشان اوريكي قد ايه متماسكه. وبالف هنا وشفا، ويا رب تعجبكم. بحبكم جدا واسيبكم في رعايه الله يا حبايبي.